الزمالك بيكتسح النادي المصري برباعية مقابل هدف بأداء ولا أحلى ولا أروع من كده بصراحة. الزمالك ابتدى الماتش مش أحسن حاجة، وكان نازل مش يعني تحسه مش في المود كده لحد المصري ما جاب جون، وابتدى الزمالك يضغط 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 عشان يقدر يجيب 4 أهداف بكل أمانة. نادي الزمالك عمل ماتش حلو جدا، وعايز تكسب في نادي الزمالك ابحث عن خوان بيزيرا. خوان بيزيرا هو الحل والمتنفس لنادي الزمالك في الوقت الحالي، هو اللي بينزل وهو بفرق السرعة بيقدر يكسب أرض وبيقدر يفتح لعب. يمكن هو عنده مشكلة في تسجيل الأهداف، ما بيعرفش يجيب أجوان أو الفينش عنده محتاج تظبيط كتير، ولكنه عنصر مهم دلوقتي لنادي الزمالك. النادي المصري يظل معضلة، يعني تلاقي بنصرف ونجيب صفقات ولاعيبة ومش عارف ايه وبتاع، كلها أسامي في الدوري المصري، ولكن في النهاية ما بيقدموش حاجة. النادي المصري أصبح الآن الضغط على النادي الأهلي ونادي بيراميدز بعد فوز نادي الزمالك على المصري النهارده، فبيفرق دلوقتي ب3 نقط عن بيراميدز، وبيفرق 6 عن النادي الأهلي. النادي الأهلي ونادي بيراميدز هما الدوري برضو في إيدين التلاتة، اللي هيقدر يكسب أكبر عدد ماتشات في ال6 ماتشات دول هو اللي هيقدر ياخد دوري. ورسالة للعيبة النادي الأهلي، أتمنى إن ال6 ماتشات دول يكونوا حياة أو موت، وتنهوا الموسم بشكل كويس، لأن الدوري في إيد النادي الأهلي.